قالوا لي ديري لنا عشاء خفيف قبل رمضان، درت لهم عشاء ما عجبهمش، قال لك هذا ماشي خفيف يتشرطوا عليا. كملوا مدوا لي رايكم. الحاجه الاولى قلت حتى يشربوا بها القهوه، نفششهم، لقيت حبه بنان كحله كاع عيتك قلت ندير لهم بنانا كيك. حكمت هذيك الحبه بنانه، عبصتها، زدت لها 2 حبات بيض، رشه ملح، نص كاس سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت، وكاس فارينه مع 2 مغارف كاكاو بني، كيس خميره الحلويات، وخلطتهم. وجبت هادوما ليمول تاع الكيك. شوفوا الحاجه اللي تعجبني في هادوما ليمول، اذا لقيتوهم غير شروهم، تقدري طيبي فيهم 2 مرات، واسمهم ايزي باك. نورمالمون هكذا اختي، ما عنديش مع اللونجلي. المهم شوفوا فيهم بابي كويسون نعمناه. دوكا انا باغ اكزومبل طيبت بهم، دوكا نحي البابي كويسون هادو نقدر نطيب بهم المره الجايه. بزاف عجبني الكونسيبت. هنا زينتهم وشوفوا شحال جا خفيف، شيش تعرفي. ودوكا نديرو العشاء. قلت نبدا بلي فخيت نديرها في الار فراير. هذا البابي كويسون دائما تشوفوه عندي وتسقسوني عليه، هذا تقدروا طيبوا فوقه ولا ديروه في الار فراير باش تحافظوا على الار فراير ديالكم. هو اسمه ايزي فراي، تلقاو المدور والكاري. درت البطاطا طيب في الار فراير، وكانت ما دارت العجينه تاع المطلوع، درتها في هادوما باش ما نكسرش راسي كاع. سورتو اللي ما يعرفش يرفد المطلوع، تقدروا ديروا فيها وتقلبوا. المره الجايه تعاودوا تخدموا بهذاك البابي كويسون. طيبت المطلوع وقلت ندير لهم مرقاس ثاني. اختي تفنين حكمني. طيبت داخل هذاك البابي كويسون باش المقله تاعي تبقى جديده، وهذاك الزيوت كاع نرميهم. درت البيض في الفخيت، المطلوع كان وجد، وقلت ندير السردين البابا لانه ما ياكلش المرقاز. وهذا هو العشاء مع شويه شلاضه. واش خصو العشاء هذا ماشي خفيف؟ واش رايكم؟